لو عمرك ما حبيتي البسارية جربي طريقتي دي وهتغيري رأيك. النهاردة هتعمليها بتتبيلة تفتح النفس وقرمشة تسمعي صوتها لآخر واحدة. البسارية السمكة الجميلة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسارية طازة اهي وكبيرة ما شاء الله. ده كيلو وربع بسارية، غسلتها غسلة نظيفة وهنشوف هننضفها مع بعض ازاي. تنظيفها سهل وجميل من غير اي تعقيد، من غير اي حاجه خالص. طب بص كده نمسكها كده، نمسك الراس بتاعتها بالراحه ونشيلها بالطريقه دي كده، ونفتح البطن كله بيطلع مع الراس. اي حاجه موجوده في البطن بتطلع مع الراس بالطريقه اللي انت شايفاها دي بمنتهى السهوله، من غير بقى لا تعقيد ولا تمسكي مقص ولا سكينه ولا اي حاجه، بايدك بس كده. هي مش بتستحمل. سمكة جميلة ما شاء الله، الله أكبر، وجاية طازة من البحر لسه. على بركة الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلص كل الكمية بتاعتنا. بصي لو عندك مش 10 كيلو 20 كيلو بالطريقة دي كده مش هياخدوا منك حاجة، على طول في دقايق كده هتعمليهم وانت واقفة. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتعليق جميل منك تشجعيني بيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص خلصتها وغسلتها بملح وليمون ومية ودقيق وبالمية والدقيق وعصير الليمون والملح. وهعمل التتبيلة بتاعتها: توم مفروم، كركم، كمون، كزبرة ناشفة، ملح وعصير ليمون، وخل ابيض. قلب كل التتبيله كده مع بعضها، وهنزل بالبسارية فيها. البسارية عشان تاخد طعم التتبيله دي لازم تسيبها منقوعه كده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، على حسب وقتك. بعد التتبيله دي لو ولادك مش بيحبوها هيطلبوها منك كل يوم. خلاص كده قلبت كل التتبيله مع بعضها، وهنزل بقى بالبسارية فيها عشان اتبلها. التتبيله اللي بتديها طعم وريحه خيال وهم. تبلتها كده واسيبها هي خالص دلوقتي على جنب، ونتبل الدقيق بتاعها. عندي كده دقيق، معلقتين نشا، كركم. كركم طبعا بيدي اللون الذهبي الجميل، ملح وفلفل وكزبرة وكمون. وهنزل بالبسارية كده في الدقيق، اقلبها كويس في الدقيق وارصها في طبق لحد ما اخلص كل الكمية. تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا خلصت الكمية بتاعتي وعندي زيت سخن جدا، نزلت بالبسارية هي فيه. البسارية مش بتاخد وقت خالص، كفاية بس صوت الطشة دي. طبعا عندي ليمونه كده قسمتها وحطيتها في الزيت. البسارية خلاص اتحمرت اهي،
مقرمشه وجميله خالص، بتفضل مقرمشه معاكي لاخر واحده علشان المعلقتين بتوع النشا. بمجرد ما بتحمر خلاص من الناحيه التانية انا ببدا اطلعها، لان هي ما بتاخدش سوا، اي سمك بحر ما بياخدش سوا. بدات اطلعها على شبكه اهي، ما تطلعهاش على مناديل ولا في الطبق كده لانها هتطرى. الشبكه بتخليها مقرمشه لحد اخر واحده فيها. ما شاء الله جميله. وبكده خلصت وصفتنا وجهزت غدوتنا